انت حضرت الى هنا ضد هذا الاضراب الذي اعلن عنه وهو فشل بالفعل. الصورة واضحة للعيان، احنا كشعب تونسي تعدينا باستحقاق انتخابي، قمنا بثورة. الثورة هذه من بين مطالبها واستحقاقاتها أهم استحقاق هو محاسبة الفاسدين وتطهير المؤسسات العمومية بصفة عامة، ومن بين هذه المؤسسات هي المؤسسة الداخلية اللي نعرفوا كلنا أنه فيها فساد كبير. اليوم انت كي تجي حكومه منتخبه ويجي وزير داخليه يحب يمشي في مجال التمشي نتاع التطهير، يقوم معناها فما عرق للمسار نتاعو في الاعلام، فما عرق ما تمسش المجال الاعلامي، لا تمس بالمجال الداخليه مستقله، البنك المركزي مستقل. الحكومه هذه معناها شنو وظائفها؟ تصرف الاعمال وتخلص الشهريات فقط. هي حكومه منتخبه شرعيه، وفي الديمقراطيات العالميه الكل بدون استثناء كي تجي تشكيل حكومي الستاف هذا يجيب الستاف معاه. كي يجي تشكيل حكومي ياتي مساعدين ليه، هو حر. فاسد ماهوش فاسد المنصف العجيب نقولوا ماهوش فاسد، جدلا نقولوا ماهوش فاسد. للوزير هذا الاحقيه وكل الشرعيه في انه يختار من يعمل معه، هو يختار الناس اللي تعمل معه وسيحاسب عن العمل هذا. يتركوهم يعملوا، لا تتركوا يعين في حتى مجال شنو تحبوا معناه في كل اطار. واللي انتظرناه والادى والامر انه فما جمعيات المجتمع المدني واحزاب تدعي الثوريه وتدعي انها مصطفى في صف الثوره، ولكنها في الاساس تخدم في الثوره المضاده. وبان اليوم اذا انت من صف الثوره فانت يعني مع استحقاقات هذه الثوره، ومن استحقاقات هذه الثوره محاسبه الفاسدين وقتل الشهداء. اليوم وين الجمعيات؟ وين النساء الديمقراطيات؟ وين احزاب اليسار؟ وين حزب العمال الشيوعي اللي هلكنا بالثوريه؟ والثوريه وين الثوريه نتاعك؟ اذا حسبت يقول لك انت باش تدخل البلاد في حيط مشاكل محاسبه وانت تتسلط، واذا ما حاسبتش فانت مع النهضه عميله وما كذا. احنا اليوم ما نجي ندافعوا على النهضه، نجي ندافعوا على حكومه انتخبها الشعب التونسي كله. بوان لين هذا الشعب اختار خياره نمشيو فيه، يتصرفوا هما ومن بعد نحاسبوهم. يتصرفوا يحط الستاف اللي يحبوا عليهم، المجموعه اللي يحبوا عليهم. العقليه هذه لازم تبدل. وبربي رساله للاعلام نتاعنا، الاعلام نتاعنا وين يحب يوصل بينا؟ يحب نجنوا كشعب تونسي ناس بسطاء، لا عنا في السياسه حتى شيء. الناس الكل متاكده من انك انت اعلام عالي يعطيك الصحه. لذا بربي الرساله نتاعنا الشعب التونسي كلنا نبعدوا، نعم نبعدوا بعيد على الحساسيات. باش يقولوا نهضه وغير نهضه. الشعب هما اللي يعرفوا الشعب هما اللي يحبوا، هما اللي يحبوا الشعب. هذوما ربطوا الحبوسات، عاشوا في الدمار، عاشوا في الميزيريا. يعرف الزوالي في الجبل وفي الغابه، يعرف الميزيريا، يعرف انه هذا هو الشيء يحب الشعب. ناس ما نتبعوهم، احنا نجربوهم. تبعنا شو 50 سنه الفساد، ما نتبعوش هذوما اللي يخافوا ربي. نعرفوا هذوما نتبعوهم نجربوهم. ومثل ناس بكري يقولوا الهم فيما تختار، نختاروا هذوما، ما نتبعوش الفجار. خلي ناس تخاف ربي تعرف ربي، فهمني؟ ربي يبارك لكم. والاعلام يسترجل على روحه. كل واحد سامحني، كل واحد لا يتقيد بالشرعيه اللي فرضتها الحكومه راهو معادي للثوره نتاعنا اليوم، ويحب هو اللي يدخل معناها يحط العصا في الحاجه. هذا اللي عامل الثوره المضاده. احنا مع الحكومه يا اخي نعطوا فرصه للناس، نعطيوهم فرصه. 50 سنه تحت الاضطهاد ما تنجمش تعطيه فرصه نتاع عام واحد، اعطيه فرصه. خلينا نشوفوا راسنا من ساقينا. كل واحد ماهوش باش يتقيد بالمسار نتاع الحكومه وبالمسار الدستوري بالمسار القانوني اللي فرضته الحكومه، اللي الحكومه احنا كشعب حاطيناه. راهو يعمل في ثوره مضاده، وراهو يحط في العصا في العجله لكل ما هو يمس بالمجتمع المدني. والمجتمع المدني والحقوقيين والناس المواطنين راهم ثورتهم واقفين الى يوم ما يبعثون لاخر قطره دم. نحن رانا مع الحكومه مبدئيا، لازمنا نساندوه، نعطوهم فرصه وبعد نشوف. هذه حكومه. نعم، سنحاول ان نتحرك، يعني نقترب اكثر الى هذه الجماهير. سمحونا في حركه الكاميرا وهي ستتحرك معنا. كل التونسيين نحبوا متماسك كل الصف وراء الحكومه هذه حكومتكم. راهي ماهيش حكومه النهضه، راهم يفرقونا، ماهيش حكومه النهضه، حكومه تماسك كل.